بالنسبة للناس اللي عايزة تبيع الفاصوليا وتكسب منها تصبر شوية ومحدش يعرض دلوقتي. قدامنا تقريبا 15 يوم والسعر يوصل ل70 جنيه للكيلو، لأن في طلبيات كتيرة جدا على الفاصوليا، وفي طلبيات تصدير للفاصوليا والفول البلدي واللوبيا الفترة اللي جاية. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعانا أسعار السمسم وأسعار الكرابية وأسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وأسعار القطن، ومعنا أسعار القمح والفول البلدي ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. هنبدأ بأسعار الرز الشعير. سعر الرز الشعير العريض والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 14,300 جنيه ل14,500 جنيه. أما أسعار الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب من 13,100 جنيه ل13,300 جنيه. أسعار التنفيذ بتقل من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. أما أسعار الرز الشعير الجديد الرفيع بيتراوح سعر الطن من 12,400 جنيه ل12,500 جنيه، وسعر التنفيذ على أرضه من 12,200 جنيه ل12,300 جنيه. أسعار التنفيذ بتقل من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل في حدود 200 جنيه. أما عن أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 23,000 جنيه ل23,200 جنيه. شكرا كمبيوتر متعبى رز أبيض عريض وزنها 25 كيلو بيتراوح سعرها من أرض المضرب من 575 جنيه ل580 جنيه. في بضايع عالية من الرز الأبيض كسر أقل من كده زيرو كسر، بتبقى بضايع فنادق وقرى سياحية بيوصل سعرها ل25,000 جنيه. أما أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 20,300 جنيه ل20,500 جنيه. شكرا كمبيوتر متعبى رز أبيض رفيع وزنها 25 كيلو بيتراوح سعرها من أرض المضرب من 510 جنيه ل515 جنيه. وفي بضايع عالية بيوصل سعرها ل21,000 جنيه. أسعار الرز الأبيض بتحددها أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. أما عن أسعار مخلفات الرز فالسرس المطحون 1,000 جنيه للطن، والكونة 9,700 جنيه للطن، وكسر الرز الناعم 10,800 جنيه للطن. أما عن أسعار الذرة فسعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 11,900 جنيه للطن، والذرة المستورد الأصفر البرازيلي 11,900 جنيه للطن. أما الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 11,400 جنيه للطن. الذرة الكورنفلاك الأرجنتيني 12,500 جنيه، وسعر الذرة تنفيذ لدى التجار اليوم وفي المدشات. الذرة الأصفر الأوكراني 12,000 جنيه للطن، شكاير معبأة 50 كيلو. أما الذرة الأصفر المحلي العريض شكاير معبأة 50 كيلو 12,400 جنيه للطن، والذرة الأصفر المحلي الرفيع معبأ 50 كيلو 13,500 جنيه للطن. الذرة الشام الأبيض المعبأ 67 كيلو 11,400 جنيه للطن، والذرة العويجة الحورس معبأ 67 كيلو 11,500 جنيه للطن.
أما الذرة العويجة الوسط شكاير معبأة 67 كيلو 14800 جنيه، والذرة العويجة الكبيرة معبأة 60 كيلو 17800 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الردة 11600 جنيه للطن الردة البران. أما الكزب العباد 36% بروتين 15500 جنيه للطن. متوسط سعر طن الفاصوليا النهاردة في تحسن في الأسعار من 59000 جنيه ل63000 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفلفل الفيتنامي 299000 جنيه للطن، والفلفل الأبيض 500000 جنيه للطن. بالنسبة لسعر الكركديه النيجيري 113000 جنيه للطن، ومتوسط سعر القطن النهاردة جيزة 94 الإنطار 157 كيلو ونص، بيتراوح سعر الإنطار من 8600 جنيه ل 8800 جنيه. أما عن أسعار القمح الإرداب 150 كيلو البلدي 2000 جنيه للإرداب، والقمح الأوكراني 11.5% بروتين 12000 جنيه للطن صب أرض المينا، والروسي 11.5% بروتين 12200 جنيه للطن صب أرض المينا، والقمح الروسي 12.5% بروتين 12400 جنيه للطن. وبالنسبة لسعر فول الصويا 44% بروتين 22500 جنيه للطن، وفول الصويا 46% بروتين المحل والمستورد 23500 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفول البلدي الإرداب 155 كيلو التلاجات بيتراوح سعر الإرداب بالبضائع العالية من 5200 جنيه ل 5300 جنيه. أما البضائع الوسط من 5000 جنيه ل 5200 جنيه. أما البضائع القليلة والعادية بيتراوح سعر الإرداب من 4800 جنيه ل 5000 جنيه. والفول البلدي المفروش سيراتكس ومعبأ في الشكاير 25 كيلو الفول البلدي الصحيح من 36000 ل 37000 جنيه للطن، والفول الصحيح الأسترالي من 31000 ل 31500 جنيه، والفول الصحيح الإنجليزي من 28500 ل 29000 جنيه. أما الفول المجروش الأسترالي 34500 جنيه، والفول المجروش الليتواني 28500 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار العدس بجبة العريض من 44500 جنيه ل 45000 جنيه للطن، والعدس بجبة الرفيع من 41500 ل 42000 جنيه. العدس المجروش الأصفر من 47000 ل 47500 جنيه شكاير معبأة 10 كيلو. متوسط سعر طن المكرونة البضائع العالية معبأة 10 كيلو من 20000 جنيه ل 20200 جنيه. أما سعر البلقم الأوكراني الأبيض من 44000 ل 45000 جنيه للطن، والبلقم البلدي البضايع العالية 31000 جنيه، والبضايع الوسط 27500 جنيه. القرطم البلدي 40000 جنيه للطن، وبذر الكتان من 44000 ل 45000 جنيه للطن. متوسط سعر طن الفلارس 68000 جنيه، والدخن الهندي 60000 جنيه للطن. أما عن أسعار البسلة الخضراء الأمريكي 34000 جنيه، والبسلة الصفراء 26000 جنيه. الترمس الحلو الأسترالي 33750 جنيه للطن، وذرة الفشار الأرجنتيني 24000 جنيه. أما ذرة الفشار التركي في 33000 جنيه للطن. سعر الرز البسمتي الهندي 1121 70000 جنيه للطن، والرز البسمتي الهندي الBR 50000 جنيه للطن شكاير معبأة 50 كيلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.